انواع الرجاله وهي بتسوق. حد هيقول لي ايه علاقته بالعلاقات؟ لا انا قصدي انواع الرجاله وهي بتسوق واحنا جنبها. احنا ممكن نطلق على كوبري اكتوبر عادي. انا قررت احل القصه دي. اول نوع عندنا وهو اللي فاكر ان هو بيلعب GTA او عنده ارواح تانية، بياخد غرز مش في وقتها، بيقطع اشارات من غير سبب، حرفيا الدنيا مش زحمه، بيتعامل مع الشارع والخبطات انه عادي، ممكن المرايه تطير من جنبك ويقولك مش مشكله، ان شاء الله الدور الجاي لما انت اللي تلعبي هنبقى ننزل نجيب. ده تقعدي معاه تستشهدي وتشغلي قران في الراديو، تكلميه عن الدنيا دنيا واحده ما فيهاش حاجات تانية. النوع التاني اللي مش مستوعب ان في بني ادمين اصلا معاه، اللي لو ميكروباص كسر عليه احنا ممكن نروح ورا الشرقيه، عمالين نديله فلاش وزمامير وبنجري وراه في الشارع، مراته بقى بالعيال بالمدرسه اللي راحت بكل حاجه، رايحين كلنا نتخانق مع الميكروباص. انت ساعتها بقى لما يلاقي الميكروباص ده انزلي انت اركبي مع الميكروباص، هيبقى املك صدقيني، يعني خدي تاكسي اعملي حاجه بس انزلي. تالت نوع كبرياء التوهان، ده اصلا طول حياته تايه ومش حافظ الطرق وبيقاوح ان احنا مش هنشغل GPS، فاحنا معتمدين على انه بيفتح الشباك اللي جنبي وبيسال الناس كلها على الطريق، ده المشوار كله. وطبعا بنتراوح تاخير كده ما بين 2 ل3 على ما وصلنا المكان. هو الهادي الرايق اللي شايف مفيش اي حاجه مستدعيه، بما فيهم ان مش مستدعي ادوس على دواسه البنزين، هو ما بيمشيش، هو بيحس العربيه. انا ما اعرفش بصراحه ده بيبقى بيفكر في ايه بامانه. انت عادي ممكن انت تسوقي، هو يريح شويه على الكنبه ياخد له تقيله وبعد كده يصحى يشوف ايه السواقه دي. اخر نوع وهو اللي متضايق ان في بني ادمين حوالينا اصلا، يعني هو حرفيا وهو بيدور العربيه بيرجع بس لورا يقفقف وينفنف ويتفتف عشان خاطر في حد راكن ورانا، غالبا مش عاجبه المشوار ومش عاجبه العلاقه ومش عاجبه العربيه، يعني في حاجه مش عاجباه بره عن الطريق. اقترح عليه اي حاجه تانية بقى، جوازه تانية، اي حاجه. الرجاله اللي عايزه تتريق على سواقتنا عندكم حق، احنا ما بنعرفش نسوق، بس على الاقل كلنا نفس الطريقه ما بنعرفش نسوق. ان انتوا ما شاء الله رايحين نفس المشوار مع بعض، كل واحد فيهم راح حته وراح في وقت، انا مش عارفه ليه.